بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخ لمة صحاب فود. النهاردة إن شاء الله بإذن الله أعمل لك طريقة المعمول بطريقة بسيطة جدا جدا، طريقة سهلة قوي. هيبقى معاكي ناعم ورائع، حلوة جدا. العجوة فيه طعمها حلو قوي قوي قوي. وبصي قوامه رائع. إن شاء الله نروح للمقادير. مقاديره سهلة جدا. نص كيلو دي أنا هشتغل معاكي بنص كيلو دي منخول. نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية سكر بودرة، 250 جرام زبدة أو سمنة، عليهم 50 جرام زيت، معلقة صغيرة محلب، ربع معلقة صغيرة جدا بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ملح، باكت فانيليا. هنحط كل المكونات الجافة على الدقيق، نبدأ نقلبه كويس جدا. هنيجي في طبق تاني، بولة تانية هتكون ممسوحة ونضيفة كويس جدا. هننزل بالسمنة بتاعتنا اللي هي 250 جرام سمنة، عليهم 50 جرام زبدة. بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء او العجان تبدأي تضربي بيه لغاية ما احنا عايزة المكونات تمتزج كويس جدا مع السكر السكر البودرة والزبدة واللبن البودرة يمتزجوا كويس جدا. بصي لونهم بقى فاتح. انا عايزاه اللون ده وعايزاه القوام ده. ابدأ الم بالمعلقة بتاعتي كويس، اقلبه بس تقلبتين كده، وانزل بالمحتويات السائلة عندي على الدقيق. تمام كده. انا هبدأ ألم الدقيق في المكونات السائلة عندي. الدقيق يمتزج كويس جدا جدا جدا، ما يبانش ولا نقطة دقيق. بمعنى أصح أبدأ إن أنا أبس حاجة بسيطة، مش زي برضو الكحك. هبدأ إن أنا أبسه لغاية ما يبانش أي حاجة. هبدأ أنزل بالمية تدريجي. ما قلتلكيش مقدار المية لغاية، بس أنا محتاج كل دقيق برضو بيحتاج مية معينة. يعني أنا احتجت كوباية مية. انتي تنزلي بالمية تدريجي. مش هننزل بلبن لان اللبن هينشف لي العجينه معايا، مش هتبقى حلوه. تمام. يبقى انا كده بصي انا عماله يعني اخد لك في العجينه كده، اقول لك ان هي لسه مش هو ده القوام اللي انا عايزاه. اهم حاجه العجينه ما تشققش معاكي. يبقى انا نزلت بكوبايه ميه على نص كيلو دقيق. تمام. قلت بره برضه ان انا اجرب معاكي المعمول في القالب ده. بصوا يا جماعة، نصيحة مني ليكم، ما تستخدموش القالب ده خالص. لو في أي قالب تاني مثلا زيه النقشة بتاعته بارزة، تمام. عندي على النص كيلو دقيق هستخدم نص كيلو عجوة، عليهم هفكهم معلقتين سمنة كبار. هقلبهم كويس جدا جدا لغاية ما يعني تبقى لينة معايا عشان أقدر إن أنا أكورها. أنا عايزة الكورة بتاعة العجوة كبيرة شوية. عايزة العجوة في المعمول تبقى كتير، يعني مش تبقى حاجة بسيطة زي الكحك. لا، أنا عايزاها كتير. خلاص كورناها، نحطها في التلاجة ربع ساعة تجمد شوية عشان أعرف أشتغل فيها. جبت القالب بتاعي دهنته دقيق. هبدأ إن أنا أجيب قطعة العجينة كده، هعمل فيها حفرة كده صغيرة، أبدأ إن أنا أنزل فيها العجوة، وأبدأ إن أنا بكف إيدي وأضغط على القالب. بصي هو الشكل حلو، مش هكدب عليكي الشكل حلو، بس في التسوية ما كانش حلو خالص. في التسوية الشكل ضاع مني خالص. هبدأ إن أنا أجيب صينية، أي صينية عندك، ادهنيها زيت. طبعا الفرن شغال عندي قبلها بربع ساعة. قبل ما أدي أول صينية أدخلها الفرن. شغال على 200، درجة حرارة 200. وبعد كده أنزل درجة الحرارة لما أدخل المعمول بتاعي، أدخله في الفرن، أنزل درجة الحرارة 150. بصي أنا بوريكي أهو، هو الشكل لذيذ مفيش مشكلة خالص، بس في التسوية وحش. شفت شيف كبير على النت إن هو جاب عشان يطلع المعمول كويس أو النقشة كويسة جدا تثبت، جاب فرد شراب جديد. والله يا جماعة الشراب جديد جدا، أنا فاتحة بكيسه. قلت اجرب الموضوع، لقيته فاشل، محدش يجربه خالص، مش حلو خالص. انا كنت نصحت حد برضو على النت ان هو يستعمل الشراب، بس مش حلو خالص يا جماعة، خالص خالص. انا ما استعملتهاش، ما اخدتهاش اولا. بدأت ان انا ارجع تاني اشكل العجين بتاعي واحط فيه العجوة واضغط. بس برضو من ان انا مش مقتنعة بالقطاعة دي خالص. هبدأ ان انا اجيب بصامة البسكويت، يعني دي كانت رائعة معايا، حلو جدا اللي عنده بصامة البسكويت دي ممتازة.
ممتازة، وهتشوفوا الشكل عامل ازاي. مجرد ان انا بقى اكورها واسيبها كورة كده زي ما هي وانزل ابصم، هي بتديني الشكل اللي انا عايزاه، ما بيروحش في التسوية خالص يا جماعة. رائع، حلو جدا. كنت ممكن استعمله في الاول. هي مش هتبقى واضحة معاكي دلوقتي، هتبقى واضحة معاكي كمان بعد ما اخلص سوا، ان انا ما صورتهاش كويس، بس هي باينة في الصينية قدامك اهو. بدأت ان انا ابصم قبل ما ادخل الفرن اسيب بس العجينه ترتاح قدام المروحه بالظبط 10 دقايق، وابدا ادخله الفرن ان هي تتماسك. بصي بوريكي الشكل اللي انا عملته بالقطاعه الخشب دي، مش حلوه خالص، مش باينه خالص. انما انا اللي عملته بالقطاعه البسكويت، او بصمه بس البسكويت، كان رائع، حلو جدا. التسويه بتاعته من فوق ومن تحت حلوه قوي قوي. انا مش هقولك انت هتسيبيه قد ايه في الفرن، بس مجرد ما انت تهزي الصينيه كده تلاقيه اتحرك معاكي، يبقى كده استوى من تحت. شغلي الشوايه من فوق وتديله لون، وادي تبداي تشتغلي فيه تزينيه لما يبرد تماما. زينت طبق بالنسكويك، وطبق بالسكر البودرة، وهعمل طبق سادة، وهبدأ ان انا ارص اوريكي. بصي بوريكي في الفرن تسويته اهو. بدأت إن أنا أزين ما شاء الله. الريحة كانت تجنن، والله كانت تجنن. بس استعملي زبدة فلاحي أو سمنة بلدي، دي هيديكي تست عالي جدا جدا في المعمول. ما احبش اعمله بسمنة نباتي، مش هتبقى حلوة. بدأت ان انا ارص واهو بالمنظر ده، ما شاء الله الشكل رائع، حلو قوي قوي. يعني النص كيلو عمل لي كيلو ونص تقريبا، او كيلو 700. ما شاء الله. بصي شكل المعمولة من جوه طرية قوي، حلوة جدا جدا، ناعمة قوي، ناعمة قوي، ممتازة. الشكل والطعم والله صدقوني يا جماعة حلو قوي قوي، وسعر المعمول بره غالي، فانتي هتعمليه في البيت بطريقة مكلفة، بطريقة مش مكلفة بالمرة. بصي عايزة بقى تقدميه، يا تروحي بيه مناسبة، او انتي رايحة زيارة تجيبي العلب دي من مستلزمات الحلويات اللي هي بيبيع الكراتين والكبات والحاجات دي. هتجيبي بقى العلبة تقفليها كويس، وبعدين وعندي انا ورق كب كيك صغير، بدأت ان انا ارص فيه. ما شاء الله المنظر رائع يا جماعة، والحكم ليكم. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، يا رب الفيديو يكون نال على اعجابكم ان شاء الله باذن الله. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس. استنيني في فيديو جديد. باي باي.